السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ أهلًا بيكم معايا في حلقة جديدة، وحلقة النهارده حلقة مميزة جدًا، وكمان يوم مميز جدًا عشان كان النهارده حفلة عيد ميلاد ولادي، فيالّا بينا كده نشوف اليوم مشي إزاي، وبدأت كمان بإيه، قُمت الصبح كده شغّلت شوية قرآن وفطرت وفطرت وفطّرت الولاد، وأبدأ باشوف اللي ورايا إيه بقى. أول حاجة كنت جايبة طبعًا كريم شانتيه فطلّعته عشان أضربه ويبقى جاهز معايا وقت ما أزيّن التورتة. كنت حاطة إزازة مَيّة ساقعة في الفريزر متلجاها، مَيّة متلجة عشان أبدأ أضرب بيها الكريم شانتيه. طبعًا كريم شانتيه عشان تاخدي بيه أحسن نتيجة يا إما مَيّة متلجة يا إما لبن كمان يكون متلج. أنا جايبة نُص كيلو كريم شانتيه حطيت كده حوالي نُصّه، يعني تقريبًا ده ربع كيلو أو كمان أزيد شوية. وباحط المَيّة بالتدريج كده زي ما إحنا شايفين، أنا ده كنت جايباه سايب، فيعني بُصّوا يعني احكموا معايا بقى على شكله بعد الضرب، هو طعمًا طلع حلو، بس بُصّوا بقى وهو بيتضرب أنا فضلت أضرب فيه كده أهو، وأحط المَيّة بالتدريج زي ما أنتم شايفين. زوّدت يمكن كمان شوية من الكريم شانتيه وأنا باضرب كده، قُلت يمكن المَيّة كترت شوية عشان كده مش متماسك بالطريقة اللي أنا عايزاها، هو تماسك بس مش بالطريقة إيه اللي أنا عايزاها، أهو بُصّوا أهو، دي كده النتيجة اللي أنا وصلت لها في الآخر بعد حوالي ضرب مثلًا إيه 10 دقايق. أهو ده شكله تماسك بس مش بالطريقة اللي هو إحنا متعودين عليها يعني فاهمين؟ المهم دخّلته في التلاجة بقى يمسك نَفْسه شوية، وهنا أنا كنت حاطة المطبقية على الرخامة زهقت من شكلها بصراحة، فرُحت شايلاها وغاسلاها وهابدأ بقى ألمّع الرخامة دي، عشان هاشيل المطبقية خالص عشان بصراحة زهقت منها. خلاص هالمّع بقى الرخامة مكانها، هالمّعها بإيه هاوريكم دلوقتي اللي باستخدمه في تلميع الأجهزة أو تلميع الرخام أهو ماكسيتول، ده تحفة يا بنات حلو جدًا، جدًا، جدًا بيلمّع الرخام أوي، تقدري كمان تستخدميه في تلميع الأجهزة، هارُش منه على الرخامة أهو، سيبيه كده دقيقة والّا حاجة وبعدين تبدئي تمسحيه، أهو هابدأ بقى بفوطة كده إيه وألمّع بقى الرخامة أهو بُصّوا خلّى الرخامة تلمع إزاي، هي الإضاءة مش موضّحاها أوي، بس بيخلّي الرخام بصراحة يلمع. أهو لمّعت كده مكان المطبقية وهاحط بقى إيه، اللي هي اسمها إيه، هاورّيها لكم دلوقتي اللي إحنا بنصفّي عليها المواعين برضه أهي، حطيتها وقُلت بقى أشيل المطبقية شوية عشان شكلها زهّقني يعني. تعالوا بقى نرجع، دي الكيكة كنت عاملاها وعاملاها بالطريقة العادية اللي إحنا عارفينها، كيكة إسفنجية، فتعالوا نشوف هنبدأ نزيّنها إزاي. فجِبت بقى السكينة المشرشرة دي وهابدأ إن أنا أقسّم الكيكة، أهو أنا هاقسّمها على 2 بس هاورّيكم هاعمل إيه في النُص، بُصّوا تقدري طبعًا تقسّميها على 3 زي ما أنتِ عايزة، على حسب ارتفاع الكيكة بتاعتِك تقدري تقسّميها، فدي كانت ممكن تتقسّم على 3 بس أنا قسّمتها على 2 بس عشان هاعمل فكرة تانية، أهو بُصّوا قسّمتها أهو على 2 هابدأ بقى أعمل إيه، بُصّوا هابدأ كده أشيل منها شوية أهو هتشوفوا دلوقتي إزاي. بالسكينة كده وهابدأ إيه، أشيل بقى إيه، الحاجات اللي أنا شايفاها زيادة فيها أو هتخلّيها اللي هي زي كأنها الطبقة التالتة فاهمين؟ بس كأني إيه، خاليتها كده أهو، بُصّوا، أهو شِلت كل كميات الكيك دي الزيادة بالنسبة لي، وحطيتها في طبق على جنب عشان هنعمل بيها فكرة حلوة أوي دلوقتي، أهو كل الحاجات الزيادة شِلتها أهو. شِلتها بقى وحطيتها في طبق على جنب، هابدأ بقى أجيب الجزء اللي تحت من التورتة بتاعتي أو الكيكة بتاعتي، هي كانت معمولة قبليها بيوم، وجِبت الشوكة وهابدأ اللي أنا أخرّمها كده، وبصراحة نسيت أجيب لها أي حاجة أسقيها بيها، فعملت إيه، مَيّة بسُكّر، خلاص، وهابدأ إن أنا كده أسقي الكيكة، تحاولي بقى تدخّلي اللي أنتِ بتسقي بيه في مكان ما خرّمتِ بالشوكة عشان تبقى في الكيكة كلّها، وهي برضه الحمد لله يعني كانت إسفنجية ما كانتش ناشفة ولا حاجة، فما احتاجتش إن أنا أسقيها كتير.
هجيب بقى الكريم شانتيه بتاعي اهو. بصوا ده القوام اللي بقول لكم عليه، اللي هو المفروض يطلع اكتر من كده شويه، يبقى متماسك اكتر من كده شويه. وهبدا بقى افرد الكريم شانتيه على الكيكه بتاعتي. حطي بقى طبقه محترمه، لان طبعا ايه هو ده الحشو بتاعنا من جوه، انا مش هحط حاجه تاني. ادي اول طبقه اهي. وبعدين هجيب بقى النص التاني من الكيكه واحطها فوقيه واظبط كده الطبقتين على بعض. وبعدين هعمل نفس الحكاية في الطبقة اللي فوق، هبدأ أخرم كده بالشوكة، وبرضه أسقيها بالمية بسكر اللي أنا عملتها. برضه تحاولي تحطي المية بسكر في مطرح الأخرام بتاعة الشوكة، عشان الكيكة تبقى مسقية وتشرب اللي انتي بتسقي بيه، وتبقى كمان طرية وهشة معاكي. اهو بصوا أنا بحاول أنزلها في الأخرام بتاعة الشوكة، وفي نفس الوقت برضه مش هغرقها قوي طبعا عشان ما تبوش. هو يا دوب كده ايه يعني، بس ايه على خفيف، لان هي كانت برضو طرية ما كانتش ناشفة بصراحة. اهو بحاول احط على الاطراف. خلاص كده مش هحط بقى تاني. هبدأ بقى اجيب ايه، هجيب الكريم شانتيه، وهبدأ برضو ازوق بقى بيها من فوق. هفرد كده طبقة كويسة من الكريم شانتيه، لان انا كان في دماغي شكل معين كنت عايزة اعمله. فاهو اهو طبقة كده كويسة بقى من الكريم شانتيه، وبالسكينة بتاعة الفرد دي تبدأي تفردي. بتفرد بصراحة معاكي سواء جبنة سواء كريم شانتيه، بتفردها حلو قوي. دول كانوا بيتباعوا كده 3 مع بعض، فكنت جايباهم مع بعض. وهبدأ برضو ايه من الجناب بقى، انا يعني هغلف التورتة كلها بالكريم شانتيه. اهو بصوا انا كده وصلت للتورتة كلها. بحاول بقى اظبط شكلها، والحتت اللي مفيهاش كريم شانتيه اغطيها بالكريم شانتيه. سيبكم من شكلها ملعبك ده، دلوقتي هتتظبط. دخلتها بقى التلاجة شوية بعد ما حطيتها عشان تمسك طبقة الكريم شانتيه شوية، وبعدين طلعتها. عملت ايه بقى، دي شوكولاتة خام انا كنت مقطعاها وبشرها بالسكينة. تقدري تبشريها بالمبشرة مفيش مشكلة، بس انا قطعتها بالسكينة طبعا، المبشرة احسن يعني. وهبدأ بقى ازوق كده من الجناب بالشوكولاتة. ما كانش عندي جلافز فعملت بايدي عادي بقى يعني اهو. بصوا اهي جناب الكيكة كلها هبدأ ازوقها بالشوكولاتة الخام. خلاص اهو زي ما احنا شايفين كده. انا كده خلصت التورتة كلها، زوقت الجناب كلها بالشوكولاتة زي ما احنا شايفين كده. تعالوا بقى اوريكم انا هعمل ايه كمان. هجيب بقى الكيس بتاع الحلواني، انا عندي الكيس اللي هو السيليكون بصراحة حلو قوي. وهبدأ احط فيه كريم شانتيه واكمل بقى الحاجة اللي انا عايزة اعملها. اهو انا عندي الكيس ده زي ما بوريهولكوا كده، هحط فيه كريم شانتيه. اهم حاجه بس وانتي بتحطي الكريم شانتيه في الكيس بتاع الحلواني، ان انتي تنزليها لغايه تحت وتضغطي عليها بحيث تخرجي الهواء من الكيس عشان تقدري تشكلي الشكل اللي انتي عايزاه. اهو بصوا انا بحط اهو، وبعدين هنزلها تحت واضغط عليها اخرج الهواء منها. ونرجع كده تاني للتورته. اهو بصوا انا هعمل وردات كده بشكل بسيط خالص، يعني هو تزيين مش تزيين محترفين يعني، بس ايه انا الشكل ده اللي كان في دماغي. اهو عملت وردات كده بالكريم شانتيه، هعمل كمان وردية كده في النص. بس خلاص ومش عايزة حاجة تاني من الكيس. هحط بقى عليه ايه، هحط كريز. بصوا انا كنت محتارة احطه في نصهم بس والنص التاني لا، بقى رجعت قلت لا انا هحطه في الوردات كلها كريز، هيبقى شكلها احلى، وهتبقى شبه اللي احنا بنشتريها من بره اللي هي البلاك فورست. اهو حطيت في كل الوردات اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. وهتشوفوا بقى شكلها في الاخر معايا هتبقى عاملة ازاي.
ويا ريت بقى تقولي رأيكم كمان في الكومنتات، شكل التورته عجبكم ولا لأ. حطيت اهو كريز في الوردات كلها، وهجيب بقى الشوكولاتة الخام اللي انا بشرتها من شوية، عملت بيها الجناب، وهبدأ ارش بيها كده ايه على الكريم شانتيه من فوق. نكسر اللون الابيض بقى، نكسره بالشوكليت دي اهو. وكده انا خلصت التورتايه وتزيينها، وما خدتش وقت ولا اي حاجه خالص. تعالوا اوريكم شكلها من قريب اهو. بصوا ده كده شكلها من قريب، ايه رايكم؟ تزيين بسيط ومفهوش فكره، مفهوش افتكاسه ولا اي حاجه خالص، تزيين بسيط خالص كده. تعالوا بقى اوريكم هنعمل ايه بالكيك اللي احنا قطعناه من نص الكيكه اهو. بصوا بقى اهو الكيك عندي اهو، ودي باقي الكريم شانتيه اللي اتبقى معايا. هبدأ اقطع الكيك كده قطع صغيرة خالص واحطه على الكريم شانتيه اهو. بصوا هقطع بقى الكمية اللي عندي كلها بالطريقة دي، كأنك بتفتفتيها بمعنى اصح اهو. حتت صغيرة كده، كل الكمية دي هقطعها واقول لكم هنعمل ايه. هنا قطعت الكمية كلها اهو زي ما انتوا شايفين بمعلقة بقى، وهفضل ايه اقلبها كويس قوي مع خليط الكريم شانتيه اللي اتبقى معايا. قلبي بقى كويس قوي، نزلي الكريم شانتيه اللي في الجناب ده وقلبي بقى كويس قوي. كانت بقى معايا شويه شوكولاته كده صغننين، رحت حطاهم معاها، قلت يعني ايه مش هيخسروا. وبنزل باقي الكريم شانتيه اللي في الجناب ده. جوز هند. انا هعمل ايه بقى، هبدا اخد كده من الكيكه دي اللي احنا بقى غلفناها بالكريم شانتيه، وهبدا اعملها كوره اهو. بصوا كوره زي ما احنا شايفين كده اهي. وهبدأ احطها بقى في جوز الهند اهو. غلفيها بقى بجوز الهند من كل الاتجاهات. الحركة دي ممكن كمان بدل ما تحطيها في جوز هند، لو عندك صوص شوكولاتة تحطيها في صوص شوكولاتة، بتبقى حلوة قوي برضو. لو عندك شوكولاتة فرماسيل ممكن تغلفيها بشوكولاتة فرماسيل، يعني ليها افكار كتير قوي. هنعمل مع بعض واحدة كمان كده اهو عشان اوريكم بعملها ازاي اهو. كورتها كده واحطها في جوز الهند، اغلفها بجوز الهند من كل اتجاه. بس كده هعمل بقى الكمية كلها وهرجع اوريكم عمل معايا قد ايه وشكلها النهائي ايه. ادي اهو بواقي الكيك او الحاجات اللي انا شلتها من الكيك عملت معايا الطبق ده. خفيفة وحلوة، وعلى فكرة بجوز الهند اخف كمان من انك تحطيها في صوص شوكليت، بس لو حطيها في صوص شوكليت برضو بتبقى حلوة جدا. هنا بدأنا بقى، كنت انفخ البالونات اهو، وكمان فرقع كتير قوي قوي وانا بنفخ معرفش ليه. بصوا كام واحدة، حوالي 6 مثلا ولا 7 حاجة كده، غير اللي فرقع بعد ما اتنفخ. وده كده كان شكل البوفيه بتاعنا. دي تورتة جاهزة اهي، دي بقى كانت ماما جايبها للولاد يعني. وادي التورتة بتاعتي. وكنت عاملة كمان سندوتشات بطاطس محمرة وسندوتشات كفتة، وكنت حاطة ده صوص مايونيز على كاتشب ومخلل عشان اللي حابب ياخد جنب السندوتشات. وكمان هتشوفوا دلوقتي الطبق بتاع الكرات اللي كنا عاملينها مع بعض دلوقتي، هي زي بيطلق عليها كرات الرفايل اهو. ادي الكرات اهو. طبعا كمان كان في حاجة ساقعة. وده كده كان شكل البوفيه بتاعنا. طبعا انا ما صورتش عيد الميلاد نفسه، لأن طبعا كان فيه ناس، ويعني عشان الخصوصية ما حبيتش ان انا اصور واضايق حد او حد يطلع وهو مش عايز. فوريتكم شكل البوفيه. هو كان يوم حلو جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنونا ان شاء الله.